بكى الفضيل يوما فقيل له: على ماذا تبكي؟ قال: أبكي على من ظلمني، أبكي على من ظلمني إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. إذا جاء يوم القيامة وليس له حجة. أحبتي، لما جلس يحيى بن معاذ وقد كان ملكا وعنده من الملك ما عنده لكنه كله ذهب، فوجد في السجن هو وابنه، فولده يقول له: يا أبتي أين كنا وأين سرنا؟ كان عندنا الملك وكان أين كنا وأين سرنا؟ قال: يا بني إنها دعوة مظلوم سرت في الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى. غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبتي ينادى يوم القيامة من وراء الصراط: يا ليت الظالمون في زماننا والذين يرتعون في الظلم أيا كان هؤلاء الظالمين أن يسمعوا هذا الحديث. يوم القيامة ينادي مناد من وراء الصراط: يا أيها الجبابرة، يا أيها الطغاة، يا أيها المترفين الأشقياء، إن الله جل في علاه يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم. إن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم. هذا الظالم الذي ظلم الرعية، هذا الظالم الذي ظلم أخواته في حق الميراث، هذا الظالم الذي ظلم جاره، أما علم أن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز الصراط يوم القيامة ظالم. وأقول لهؤلاء للظالمين: والله مهما زدتم في ظلمكم، والله لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم. الظالم التقى بالمظلوم. يا ويل الظالم، يا ويل الظالم. الظالم إن لم يلتقي بك المظلوم في الدنيا سيلتقي في الآخرة، وعند الله تجتمع الخصوم. الظالم إن نمت قرير العين فإن عين المظلوم لم تنم. كثير من الناس يقول خالد الجهني أظنه لما قال لابنه، كانوا ملوك، لما قال لابنه: يا أبتي في الصباح ملوك وفي الليل مساجين، قال: يا بني دعوة مظلوم سرت في الليل نمنا عنها والله ليس عنها بنائم. ينام المظلوم أو ينام الظالم والمظلوم يدعو طول الليل: حسبي الله ونعم الوكيل. عين الله لم تنمي. أحال الملف الدنيوي إلى ملف فوق إلى السماء. ويا ويل الظالم، يا ويله إن لم يؤخذ الحق منه في الدنيا أخذ منه في الآخرة. وديننا يمنعنا حتى من ظلم الكافر. في الحديث الصحيح اللي يرويه الإمام أحمد في المسند: دعوة المظلوم مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عند أحمد: ولو كان كافرا. لو يدعي عليك كافر مظلوم استجيبت دعوته. كيف بمسلم؟ وكيف بإنسان ضعيف، بزوجة، بولد، بخادم، بإنسان تقويت عليه؟ اتقوا الله فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذه المصيبة أن تأتيك الطعنة من أقرب الناس إليك. الشيء الذي كنت لا تتصوره يأتيك الحقيقة منه، هنا تكون الطامة. لما يظلمك بعيد هذا قهر، لكن لما يكون الظلم من قريب، ولما يكون الظلم من قريب لا تتوقع أنه يظلمك، تكون الطامة الكبرى. يا شيني اللي ما عنده مروءة، اللي ما يعرف المروءة لا مع أخ ولا مع صديق ولا مع جار، ولا يعرف وفاء ولا يعرف أخوة ولا يعرف مروءة، وممكن يطعنك في أي لحظة وممكن يخونك في أي لحظة، نعوذ بالله.